هل حاسس إنك وحيد؟ تخيل لو بقالك 6 شهور ما بتكلمش بني آدم، لا أهل ولا أصحاب ولا حتى جار يقول لك صباح الخير. في اليابان أكتر من 1.5 مليون إنسان عايشين العيشة دي حسب الإحصائيات الرسمية. ودي ظاهرة بيسموها هناك هيكيكيموري، ناس قاعدين في البيت طول الوقت في عزلة ملهاش نهاية، عايشين حياتهم كلها من خلال الشاشة لدرجة فقدان العلاقات الطبيعية تماماً. طبعاً الظاهرة دي بقت منتشرة وبتزيد حوالين العالم، ومع التطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي اللي خلت كل واحد مننا عايش في فقاعة منفصلة، من حقنا نسأل: هل الشعور بالوحدة هو مصير الإنسانية في يوم من الأيام؟ النهاردة بقينا نسمع كتير جملة أنا حاسس إني وحيد وأنا وسط الناس. العزلة الاجتماعية مش مجرد ظاهرة عادية فرضتها المدنية الحديثة أو اختراع الموبايلات، لكنها وباء زي ما وصفتها الدورية الطبية لانست. والوصف ده مش مجرد تشبيه بلاغي كده وخلاص، لكنه وصف دقيق لتداعيات صحية خطيرة فعلاً. حسب الدراسة دي، زيادة الشعور بالوحدة بيضعف القدرات الذهنية والإدراكية من غير الواحد ما ياخد باله. ده غير إنها بتخليك أكثر عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية. الوحدة بتضر الصحة النفسية وبتزود الاكتئاب والقلق، وبتسرع الشيخوخة، وكمان بتزود معدل الوفيات. لدرجة إن في مقولة مشهورة كده بيقولها باحثين، هي إن تأثير الوحدة عامل زي تأثير تدخين 15 سيجارة يومياً. والموضوع ده خطير لدرجة إن الحكومة البريطانية مولت أكبر دراسة من نوعها لفهم ظاهرة الوحدة. بعد ما عملوا استطلاع شمل 55,000 شخص حول العالم، لقوا حاجة غريبة جدا، إن أكتر فئة شعوراً بالوحدة مش كبار السن ولا حاجة، لكن الشباب من سن 16 ل 24 سنة. تخيل! حتى في تقرير معهد جالوب الأخير اللي اتعمل في 142 دولة، لقوا إن أكتر ناس حاسين بالوحدة عمرهم من 19 ل 29 سنة. بتكلم هنا عن إحساسي إني مش قادر أندمج مع أصحابي، أهلي مش فاضيين لي، محدش فاهمني ولا مهتم يعرف أنا بفكر في إيه أو حاسس بإيه. وللأسف الناس بتواجه الشعور بالوحدة بحاجات غريبة جدا، زي الفرجة على المسلسلات والأفلام والتوحد مع شخصياتها، وكأنها بيئة اجتماعية زائفة بيلجأ ليها الإنسان كوسيلة دفاعية تعوض وحدته. أنا مش بتفرج على مسلسل، دول صحابي اللي عايش معاهم حياتهم وبواجه معاهم مشاكلهم. والعلماء لقوا إن الطريقة دي بتخفف فعلاً الشعور بالوحدة، لكن لو الإنسان اعتبرها بديل للعلاقات الحقيقية، عزلته هتزيد ووحدته هتزيد. ونفس الكلام بينطبق على السوشيال ميديا. العلاقات الأونلاين بتقرب البعيد وبتونسك وبتوسع دايرة معارفك، لكن ما تخليهاش لوحدها دايرة معارفك. فإيه اللي نقدر نعمله في الواقع الحقيقي عشان نقلل شعورنا بالوحدة؟ في الدراسة دي العلماء جربوا طريقة لطيفة كده من 3 خطوات ساعدت الناس في التخلص من الوحدة لمدة 2 سنين. أول خطوة: حدد العلاقات المهمة. جيب ورقة وقلم واكتب مين الناس المهمين في حياتك اللي بتبقى سعيد وانت معاهم، واسأل نفسك: هل بتقضي معاهم وقت كافي؟ أغلب الناس بتكون إجابتهم لأ. لما تكتشف إنك بتقابل زمايلك في الشغل أكتر من عيلتك، أو بتقعد مع صحابك في القهوة أكتر من عيالك، أو بتشوف المدير أكتر من حبيبتك. تاني خطوة: حدد طرق تقوية العلاقات دي. يعني بعد ما تحدد هدفك اللي هو العلاقات المهمة دي، اكتب الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تحقق الهدف ده. خطة عمل، يعني هل المفروض أقعد مع أبويا وأمي وقت أطول؟ ألعب مع عيال أكتر؟ أروح 10 رومانسي مع مراتي كل أسبوع؟ أحياناً بيكون سبب الوحدة إنك مستني الناس هي اللي تتصل، فاتصل أنت. وخطط للتفاعلات الاجتماعية دي بدل ما تستنى إنها تحصل لوحدها. ثالث خطوة: حدد العقبات. والنقطة دي مهمة لأنها السبب اللي مخليكوا مش عارفين تظبطوا الخروجة اللي اتفقتوا عليها بقالكوا 5 سنين. بعد ما تحدد العلاقات المهمة والطرق اللي هتعملها عشان تقوي العلاقات دي، اكتب العقبات اللي بتمنعك عن ده. هل انت مشغول مثلا في حاجات كتير ومش لاقي وقت؟ جدولك مش ماشي معاهم، او بتكون مرهق يوم الاجازة فبتكسل؟ ساكنين بعيد عن بعض او مش عارفين تتفقوا على المكان؟ عندك قلق اجتماعي بيخليك تغير رأيك في آخر لحظة؟ تحديد العقبات مهم عشان تقرر هتتعامل معاها ازاي من دلوقتي، بدل ما الخطة تبوظ أول ما تكتشف إن الموضوع مش سالك. فمهم تعرف إن هو أصلاً مش سالك من دلوقتي عشان تسلكه. يعني لو العقبة مثلاً إن عندك خجل اجتماعي بيخليك ما تروحش مع أصحابك في القهوة تتعرف على أصحاب صحابهم، يبقى المشكلة الحقيقية مش الوحدة، لكن التغلب على التوتر والقلق الاجتماعي. وده ممكن تشوف له حلقة التوتر في برنامج دماغ شريف. ولو العقبة إنك مش لاقي فلوس تطلع المصيف مع العيلة، ده هيخليك تبتدي تحوش من دلوقتي عشان لما يجي وقت المصيف تبقى مستعد من قبلها وما تتفاجئش. يعني حول الشعور بالوحدة من مجرد شعور مبهم كده جوه دماغك لخطوات عملية واضحة تقدر تنفذها. وظبط انت الخروجة بدل ما تستنى الخروجة تحصل لوحدها.
في طرق تانية مش بتعتمد على تقوية العلاقات اللي موجودة، لكن على إنك توسع دايرة معارفك وتتعرف على ناس جداد، زي إنك تروح أماكن ما رحتهاش قبل كده وتشارك في أنشطة مش متعود تعملها، تنضم لنادي أو تتطوع في جمعية خيرية عشان تقابل ناس بره دايرتك. الموضوع ده مهم لدرجة إن في اتجاه بحثي كامل بيشرح أهمية التحدث مع الغرباء، وإن ده مفيد مش بس في تخفيف الوحدة لكن في تحسين المزاج وزيادة الثقة بالنفس، وإنك تعرف حاجات جديدة توسع دايرة خبراتك الشخصية. يعني تهزر مع الجرسون اللي بيجيب لك الطلب، تدردش مع سواق الميكروباص اللي بيوصلك، الراجل اللي في الاسانسير اللي بيدوس الزراير ده، عامل البنزينة اللي بيمون لك العربية، تقول له مثلا انت شغال الشغلانة دي بقالك قد ايه، او مين اغرب زبون قابلته، او مين المطرب اللي انت مشغل اغنيته على التوك توك ده، حتى لو مجرد كلام طياري، صباح الفل يا باشا، او متشكرين يا ريس، او طريق السلامة يا اسطى. كل ده مفيد لصحتك النفسية حسب الدراسة دي. كل دي حاجات بتساعدك في تخفيف العزلة الاجتماعية، لكن خلي بالك برضه في نقطة مهمة جدا عشان الصورة تكون واصلك كاملة. العزلة الاجتماعية مش دايما حاجة وحشة، دي نقطة لفتت نظري ليها الباحثة بانا بيري عشان ده كان موضوع رسالتها، فشكرا يا بانا. أحيانا بيكون الإنسان فعلا محتاج شوية عزلة. يا أخي أنا عايز أفصل عشان الدنيا دوشة وعايز أريح دماغي شوية. العزلة الاجتماعية المضرة هي المفروضة على الواحد غصب عنه ومستمرة طول الوقت، هي دي اللي بتؤدي للاكتئاب وفقدان المعنى. إنما العزلة الإيجابية اللي هي الإنسان بيختار بمزاجه الوحدة المؤقتة عشان يرتاح أو يتأمل أو يبدع أو يشحن بطاريته ويرجع تاني، دي فيها فوائد نفسية. خلاصة الكلام، شعورك بالغربة وسط الناس واضح إنه بقى منتشر. الشعور بالوحدة لو مستمر بيكون ضار جدا بالصحة وقد يسبب الوفاة، وتقدر تقضي عليه بإنك تسعى للتواصل مش تستناه يحصل لوحده، أو إنك تشارك الحاجات اللي عجبتك مع الناس اللي بتحبهم، زي إنك تعمل شير ولايك لو عايز المحتوى ده يستمر. وأشوفكم على خير وفتكم بعافية.